زي العجلة دي عملت كده في العربية، هل زي ما الناس بتقول ان العجلة دي ألماني والعربية كوري؟ معقولة العجلة تعمل كده في العربية؟ وازاي الكيا سول دي اتدمرت تماما من مجرد موتوسيكل دخل فيها؟ ازاي ده حصل؟ وازاي الموتوسيكل ده رغم ان عجلته اللي قدام يا دوب اتعوجت العربية اتشقت نصين، يعني دخل في العربية شقها نصين، ازاي ده يحصل؟ وازاي العربيه اللي قدامك دي عربيه سكودا اي 8 موديل السنه بعد مطب صغير جدا العجله تخرج كده من مكانها بالمنظر الفظيع ده؟ هل يا ترى لان الكوبلين خرج من مكانه فالعجله خرجت، ولا لان البيضه ملصت؟ وهل يا ترى العربيه الافيو اللي قدامك دي حامت الركاب ولا عربيه ورق واتدمرت؟ كل ده واكتر هجاوب عليه بشكل علمي وبسيط علشان نحكم بعد كده على الامور بشكل علمي. كتير قوي تبقى ماشي في الشارع تلاقي العربيه اللي قدامك دي محدش لمسها ولا جه ناحيتها والعجله بتاعتها خرجت من مكانها. ممكن يحصل بعد مطب صغير، وممكن احيان كتير بيحصل من غير اي سبب، زي ما انت شايف مفيش مطبات ولا حاجه. ايه اللي يخلي حادثه زي كده تحصل؟ وهل ده مميت ولا لا؟ وازاي نتلافاه؟ وعلشان اجاوب على الاسئله دي واشوف الناس عارفه الاجابات ولا لا، عملت كذا بوست. كان اولهم البوست دوت سالت الناس يا جماعه، قلت لهم دي عربيه سكودا اي 8 وده حصل بعد مطب صغير، من وجهه نظرك السبب في ده؟ هل لان بيضه المقص ملصت من مكانها، ولا حصل كسر في المقص، ولا السبب الكوبلين هو اللي ملص فالعجله خرجت زي ما انت شايف كده؟ يا ترى المقص هو السبب ان البيضه ملصت، ولا الكوبلين هو اللي ملص؟ وطبعا اجابات الناس كانت مبهره جدا بالنسبه لي. الاستاذ محمد الضو بيقول البيضه ملصت طبعا، وكلامه طبعا صح. البيضه يا جماعه هي اللي ملصت، مش الكوبلين خالص، عشان في ناس فاهمه الحته دي غلط. الاستاذ كريم بيقول قولا واحدا بيضه ملصت من مكانها بسبب كسر المقص. ده صحيح، اما المقص فعلا هو اللي اتكسر، او المقص ما اتكسرش ولا حاجه، البيضه اللي ملصت. والكوبلين يا جماعه دوره الحركه فقط، ملوش اي دور نهائي في انه يمسك العجله. اللي ماسكه العجله هي بيضه المقص. طبعا الاجابات كانت مبهره. عموما اجابه السؤال ان ده مميت ولا لا، لو ده لا قدر الله حصل على سرعه عاليه بيحصل المنظر اللي انت شايفه قدامك ده. ركز كده، البيضه ملصت فالعجله مباشره خرجت من مكانها، مفيش حاجه هتمسك العجله مكانها زي ما انت شايف كده. طبعا بيبقى فيه توجيه نسبي بالعجله الثانيه، ولكن بيكون ضعيف ومحدود، وممكن العربيه تقوم. يعني ممكن تقف منك بامان وممكن لا. هنا العربيه زي ما انت شايف وقفت لان في نص توجيه. طب الموضوع بيبتدي ازاي؟ زي ما انت شايف البيضه دورها زي ما انت شايف التثبيت بالشكل ده. طيب اللي بيحصل ان الجلبه بتاعتها بتتقطع والشحم بيتسرب زي ما انت شايف. طيب لما الشحم يتسرب يحصل احتكاك مباشر بين الحديد وبعضه. يحصل ايه بقى؟ البيضه تبتدي توسع مكانها، يقعد المكان يوسع بالشكل اللي انت شايفه ده. بعد شويه بتيجي البيضه خارجه من مكانها وتمقص. علشان كده يجب متابعه بيض المقص وتغيير المقص كامل. شايف المنظر البشع المروع ده؟ لاحمين الجلبه بتاعت المقص في المقص، فطبعا شغل وعك وقرف. وطبعا بيغيروا جلب من غير ما يغير البيضه، فده هيؤدي ان البيضه تملص. وانا بحذر يا جماعه من القرف اللي انا شايفه ده والشغل التعبان ده. غير المقص بشكل كامل لو هيكون ده الافضل، او غير الجلب وغير كمان مين، وغير البيض. في بوست منتشر بيقول لك وكيل سيارات تويوتا في ولايه اريزونا الامريكيه اشترى سياره كامري مصدومه من الخلف بقوه ووضعها في معرض ليبين لزبائنه انها امنه جدا للركاب حتى لو تعرضت لحادث خطير. ببساطه شديده الله اعلم البوست ده حقيقي ولا كذب، ولكن ببساطه العربيه الكامري دي اتخبطت من ورا، فالتصادم ما كملش في جسم العربيه، التصادم وقف تماما عند الشنطه، فالعربيه امتصت الصدمه والمفروض ان هي نجحت. بمفاجاه غريبه كده العربيه الافيو دي حصل فيها نفس الموضوع، فعملت بوست وسالت الناس، قلت يا جماعه من وجهه نظرك العربيه الافيو دي نجحت في حمايه ركابها ولا فشلت؟ ولو نجحت ليه؟ ولو فشلت ليه؟ والتعليقات برضو بتاعت الناس كانت مبهره كالعاده. الاستاذ اسلام بيقول نجحت طبعا وربنا يعوض على صاحبها، طالما الصدمه ما دخلتش الكابينه الركاب وخرجوا سالمين تبقى نجحت. دي حقيقه، نجحت باستثناء الزجاج المكسور، احتمال يعور من ورا بس الشنطه امتصت الصدمه. فاغلب الناس فعلا بتقول العربيه نجحت، ومن وجهه نظري فعلا العربيه نجحت. لو ما نجحتش وجسمها كان قوي بزياده كان هياخد الصدمه ويوصلها في جسم العربيه وكان هيحصل تشوه كامل. لكن الصاج الضعيف ادى ان العربيه امتصت الصدمه ووقفت تماما. الفكره كلها الصدمه هتكمل في جسم العربيه ولا هتقف؟ نيجي بعد كده بقى للحادثه دي واللي بتتكرر كتير. زي ما انت شايف الموتوسيكل ده خبط في العربيه السول، وسواق الموتوسيكل طار دخل في الازاز. ركز كده، يعني طبعا احنا معناش فيديو للحادثه، ولكن جزء من تدمير العربيه ان سواق الموتوسيكل طار دخل في ازاز. التصادم كان وش لوش، ولكن برضو الموتوسيكل دمر العربيه. ازاي حاجه ضعيفه زي الموتوسيكل العربيه دي خلاص يعني انتهت تماما تعمل كده؟ والاسوأ بقى ازاي الموتوسيكل ده رغم ان عجلته يا دوب اتنت بس العربيه اتشقت نصين، يعني العربيه دي فعلا عاوزه نص خلفي. طيب وهل ده اسوأ؟ لا، في اسوأ بقى. ازاي حته عجله يعني تدمر العربيه بالمنظر ده؟ ازاي ده يا جماعه حصل؟ ايه التفسير لكده؟ وهل هي العربيات العاديه بس؟ لا، دي عربيه مرسيدس كانت في ورشه اوتو ووركس
العربيه متدمره تماما برضو من حاجه رفيعه، الله اعلم هو موتوسيكل ولا ايه، برضو عامل نفس التاثير. فعملت بوست وقلت يا جماعه زي ما انت شايف كده الموتوسيكل شق الالنترا، الموتوسيكل الجاوا ده دخل في الالنترا شقها. سبب ده ايه؟ واحد، الالنترا عربيه ورق والموتوسيكل حديد الماني، ولا الموضوع مرتبط بتاثير القوه على مساحه صغيره زي كده ما تدق مسمار في حيطه، ولا في اسباب اخرى؟ قول لنا عليها. طبعا اجابات الناس كانت مبهره في اغلبها، الا بعض الناس بتقول لان الموتوسيكل قوي والعربيه ضعيف. هستثني من الاجابات كده اجابه للاستاذ محمد مصطفى اللي يبدو انه مهندس غالبا يعني، بيقول الموتوسيكل دخل بيه فيري شالو بوينت بشكل مدبب في دواخل الانترا اللي هي فيري وايد سبورت، وهي اصلا ضعيفه جدا. الموضوع كانك دخلت مسمار في حيطه. أه هبتدي اشرح الموضوع دلوقتي بشكل واضح جدا جدا ودقيق علشان ننتهي من النقطه دي. يلا بينا نشرحها بشكل علمي. طيب علشان نفهم الحته دي بشكل نهائي ويعني نتفق عليها ونرتاح منها، في حاجه يا جماعه اسمها قانون الضغط والقوه والمساحه. بيقول لك بقى ان الضغط بيساوي القوه على المساحه. علشان نبسط الموضوع شويه هنثبت الضغط ده ونشيله من الموضوع خالص. هيتبقى عندنا القوه والمساحه. كل ما المساحه تقل كل ما القوه تزيد، كل ما المساحه تقل كل ما القوه تزيد. خلينا بقى نشوف كده ببساطه شديده كده، سن السرنجه ده هو اقوى ولا المسمار ده هو اقوى؟ مين فيهم اقوى؟ لو حطيناهم جنب بعض كده واضح جدا ان ده اقوى، صح كده؟ لكن لما نيجي على قطعه الرابر دي نحط فيها سن السرنجه اخترقها، تمام؟ طيب لما نيجي نجيب المسمار بتاع مسمار الميزان ده ونحطه كده، مهما انا ضغطت مش هيخترق. ايه السبب بقى؟ ايه السبب؟ هل اجي بعد كده بقول اصل الموتوسيكل اقوى فاخترق؟ الموتوسيكل ده بيمثل سن السرنجه اللي انت شايفه ده، او عمود النور اللي في الشارع بيمثل سن السرنجه. رغم انه ضعيف مش قوي الا انه قدر يخترق. وايه السبب بقى في ده؟ السبب بسيط ببساطه شديده ان مساحه السن دي صغيره جدا. فكل ما المساحه تقل كل ما القوه تزيد. يعني ده اللي هيقدر يطبق قوه اكتر فهيخترق. بص كده اخترقه ليه؟ لان مساحته او السن رفيع جدا جدا فقدر يخترق مساحه اكبر. وده رغم ان هو اقوى الا انه يعني مساحته كبيره جدا جدا زي ما انت شايف كده، فما بيقدرش يخترق. يبقى هنا ده امتلك التاثير الاكبر مش لانه اقوى، امتلك التاثير الاكبر نظرا للمساحه الصغيره اللي هو بيعدي منها. ناس كتير بتركب اكسدامات حديد لعربياتها خوفا عليها من الخبطات، وطبعا زي ما انت عارف الاكسدام الحديد ده عشان يتثبت يعني بيربطوه في شاسيه العربيه وفي دواخلها. فهل يا ترى الاكسدام ده فعلا بيحمي العربيه ولا بيكون السبب الاساسي في دمار اي عربيه؟ ده اللي هنشوفه بقى بشكل عملي. كان في حادثه ببساطه حصلت بين صاني وتيريوس، خدت بالك ازاي؟ وببساطه التيريوس كانت راكنه في حال سبيلها، دخلت في عربيه من ورا حركتها خبطت في الصاني من قدام، التيريوس دخلت في الصاني زي ما هتشوف. فطبعا الصاني بهدلت التيريوس. فيا ترى السبب في ده ايه بقى؟ هل لان الصاني اقوى من التيريوس، ولا لان الصاني اكسدامها اصلي فمرن فامتص الصدمه، على العكس من التيريوس اللي اكسدامها معدن خد الصدمه وصلها لها فالتيريوس اتدمرت، ولا لان اي عربيه بشكل طبيعي من ورا اقوى من اي عربيه من قدام؟ ده بقى هنبص على التعليقات وهقول لكم بقى في الاخر الاجابه. هنبص اول حاجه على تتابع الحادث بالصور زي ما هتشوف دلوقتي. اول حاجه التيريوس زي ما انت شايف اتخبطت من ورا، قامت التيريوس راح متحركه وداخله في مين؟ داخله في الصني. الصني ظاهريا كده الاكسدام يا دوب ما حصلوش حاجه، اتكسر كسر بسيط والشنطه اتعوجت. اكيد في دواخل بسيطه في حوض الشنطه من تحت لكنها في النهايه بسيطه، الرفرف سليم وكل حاجه سليمه. لكن بص بقى على التيريوس اتدمرت تماما، يعني لو في ايرباجز غالبا فتحت بعد الخبطه دي، اتفعصت بكل ما تحمل الكلمه من معنى. فهنشوف بقى الناس كده بتقول ايه وتعليق الناس ايه على وضع زي كده، لان فعلا حاجه غريبه جدا عربيه زي الصني تعمل كده في التيريوس. طيب هنبص اول حاجه على اول تعليق معانا. الاستاذ يوسف بيقول اكسدام الحديد هو السبب في تدمير التيريوس. الاستاذ احمد سعد بيقول نفس الكلام ده، اتكلمته مع كذا شخص وما كانش عارف حاجه زي دي. ناس كتير يعني مش متخيله ان الاكسدام الحديد هو اللي بيدمر العربيات، خدت بالك ازاي؟ الاستاذ مصطفى بيقول ان الاكسدام الامامي ده اصلي، بتاع الصني غالبا اصلي وبتاع التريوس مش اصلي. ليه بقى؟ الاكسدام الاصلي دايما بيكون مرن، اما الاكسدام السوقي ده بيكون ناشف فبيتكسر. عموما اجابه السؤال فعلا الاكسدام الحديد هو اللي دمر التريوس، على العكس من الاكسدام الصني المرن حماها. فده اجابه السؤال ببساطه.
بالاضافه كمان ان اي عربيه من ورا اقوى من اي عربيه من قدام. من ورا يا جماعه العربيه بتكون مصمطه ما فيهاش تفاصيل كتير، لكن من قدام يا دوب هم سلاحين شاسيه شايلين الموتور، وبيبقى مفرغ عشان مركب بقى الاكسدام ومركب فوانيس النور ومركب الرادياتير ومركب مش عارف ايه. فالعربيات من ورا دايما بتكون قويه جدا على عكس من العربيات من قدام بتكون ضعيفه جدا. فدي اجابه السؤال ببساطه شديده. فعامل المرونة بيمتص الصدمة، لكن حديد في حديد العربية اللي مركبة اكسدام حديد هتتدمر قولا واحدا. طيب طيب ملخص سريع كده، ايه الهدف من الكلام ده كله؟ الهدف ان انت تتعلم تحكم على الامور بشكل علمي وسليم علشان ما نتعرضش للتضليل. يعني ايه؟ يعني انا لو حكمت باهوائي وبارائي او اعتقاداتي اللي هي غلط او بسوء فهمي دايما بنحكم على الامور غلط. فاحنا عاوزين نحكم بس بشكل علمي، حاجات نستخدم فيها عقلنا، حاجات نستخدم فيها الفهم، حاجات نستخدم فيها الاليات المناسبه للحكم، مش اهوائي او اعتراضاتي. يعني احكم على حاجه صح انها غلط واحكم على حاجه غلط انها صح. فالهدف من الفيديو هو غرض تثقيفي زي ما قلت، ان احنا نفهم، ان احنا نتعلم، ان احنا كلنا نغرد في طريق العلم، في طريق المعرفة، في طريق الأحكام الصحيحة، مش طرق الجهل وعدم الفهم وتلاقي حاجة قدام الناس واضحة ومنطقية ونازلين شتيمة وذم مش فاهمين حاجة أصلا. فيا جماعة يا ريت كلنا نعمل العقل. أتمنى من الله إن أنا أكون وفقت في ده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. ورجاء ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لان ده بيبين ان انتوا الفيديو عجبكم او لا، وبيخليه ينتشر بشكل اسرع. يلا، السلام عليكم.